عندما أهداني السيد الأستاذ المقاوم فرشادو إدريس فرشادو كتابه كان بمثابة كنز ثمين أحصل عليه، خصوصا وأنه أعظم أحداث هذا الكتاب اللي تجري أو تدور في المدينة العتيقة والأحياء المجاورة لها. كنت دائما مهتم بمعرفة صراحة كيف كانت الحياة في فترة الاستعمار، يعني كيف كان الناس يعيشون في تلك الفترة. يعني هذا الكتاب يتكلم لنا على محطة مهمة من تاريخ المغرب، ويعني على العطاء ديال الأستاذ إدريس فرشادو النضالي. يحكي لنا على لسان كاتبه أطال الله في عمره وبارك فيه على هذا يعني العمل القيم أحداث مرحلة مهمة من تاريخ المغرب كما قلت، التي عايشها وتفاعل بها معها بشكل إيجابي، مستجيبا لنداء الواجب ولصوت الضمير، مدافعا عن حرمة البلاد التي انتهكها المستعمر، متشبثا بعودة الملك الشرعي وأسرته ووفاء للبيعة، ولحب الذي كان يمكنه حبا خاصا للجلالة المغفور له محمد الخامس من خلال ما جاء في الكتاب. والكتاب شبيه بالاوتوبيوغرافيا او السيره الذاتيه، حيث يسرد لنا مراحل الطفوله من التعليم الابتدائي وابجديات والتي تلقى فيه الابجديات المواطنه والتشبث بالثوابت، وينتقل عبر الاحداث التي تتمحور جلها حول النضال والكفاح والجهاد من اجل التحرر من براثن الاستعمار الغاشم وويلاته التي عانى منها مغاربه الامرين. نضج وعي الكاتب السياسي وهو في ريعان شبابه، واصبح ملما بتفاصيل الواقع الذي كان يمر به المغرب انذاك، ولم يتوقف عند هذا، فقد ولد وعيه ومنذ المبكر الرغبه في التحرر من الاستعمار واهاله للتضحيه والمقاومه. يعني الامور اللي تعلمها يعني لم تبقى حديثه النظري فقط، يعني تحصيل، بل يعني طبقها على ارض الواقع، يعني ولدت فيه رغبه في المقاومه والدفاع عن حرمه الوطن. ولذلك فقد انضم الى خليه من اجل التخطيط لعمليات نوعيه والاستبداد المستعمر واذنابه من الخونه خسائر واضرار، مستعمرين كل الوسائل الممكنه والمتاحه مع توخي الحيطه والحذر، وعند القاء القبض على الفدائيين ومن بينهم المقاوم الاستاذ ادريس فرشادو وتعرضهم للتعذيب والمعامله المهينه والضرب اثناء الاستنطاق، والاحكام القاسيه التي صدرت في حقهم بين السجن تراوح يعني تقريبا ما بين 10 الى 40 سنه، والاعدام واحكام اعدام. وبالرغم من قسوه الظروف التي كان يعيشها في السجن العلو، اللي هو بطبيعه الحال العلو راه غني عن التعريف، يعني حيث ظلت همتهم قويه رغم يعني الظروف اللي تلقاوها، يعني الاهانه من طرف المستعمرين والتعذيب اللي تلقاوه، يعني الهمه ديالهم باقيه عاليه، بل اكثر من هذا انهم حولوا محنتهم الى منحه وتفاعلوا بشكل ايجابي، حيث قاموا بتنظيم دروس نحو الاميه يعني انذاك، وكانوا يطلعون على ما يجري من احداث خارج السجن بشكل يعني يومي، ويقومون باطلاع باقي المعتقلين عليها، بالاضافه الى عملهم على بث الروح الوطنيه في صفوفهم، وكذا مواصله الكفاح داخل السجن والنضال عبر اشكال متعدده، كالاضراب مثلا عن الطعام لتحقيق بعض المطالب، كما كانوا حريصين على النظافه وممارسه الشرائع الاسلاميه للتقرب من الله في جو من الخشوع، حيث كانت تقام الصلاه داخل السجن والصيام، بالاضافه الى قراءه القران وترديد الاوراد والاذكار، ما يعني ان التعذيب والسجن زادهم تقربا الى الله سبحانه وتعالى. ما يعني كذلك ان على ذكر يعني التقرب الى الله، فيعني العنايه الربانيه كانت حاضره في المسيره ديال الحياه ديال الاستاذ ادريس فرشادو، وفي المسيره ديالو يعني كان الله سبحانه وتعالى شاء الا ان يتكون هذا الرجل تكوينا يعني
يعني تكوينا وطنيا علميا، ويتلقى مبادئ المواطنه الصالحه باش يتهيأ ليحمل هذه الامانه والمسؤوليه ويكون يعني كفء لها، والحمد لله ابان عن علو كعبه. كما كانوا حريصين قلنا على النظافه والاذكار وقراءه القران والاوراد، ما يعني ان التعذيب والسجن زادهم تقربا من الله، وما يعني كذلك بان معنوياتهم ظلت مرتفعه. والجميل في الامر ان الاستاذ ادريس فرشادو اعطى دروسا في محو الاميه لبعض الامازيغ الذين لم يكونوا يتقنون التكلم باللغه العربيه، وكانت الدروس لا تقتصر فقط على اللغه العربيه، بل تشمل دروس دينيه ودروس في الوطنيه او ما يصطلح عليه اليوم بالتربيه على المواطنه. وكان الابداع كذلك حاضرا، يعني هذا رائع سبحان الله. يعني ملي الانسان كيعرف هذا يعني المعيش اليومي وحتى داخل السجن كان الابداع، يعني هذا يعني كيبين بان يعني المواطن المغربي يعني ليس اقل شأن من المواطن الفرنسي، بل الحمد لله كان حاضر الابداع والفن كذلك من خلال القيام بمسرحيه لفائده المعتقلين، حيث انهم حاولوا خلق جو ترفيهي داخل السجن، هذا ناهيك عن المطالعه والدراسه ومناقشه مختلف المواضيع. وهذا لم يثنيهم عن تخطيط الفرار من السجن ومواصله الكفاح والجهاد من اجل رجوع السلطان الشرعي محمد الخامس من منفاه واستقلال البلاد. قدرة الكاتب على التخطيط ووضع الاستراتيجيات لمبارزة العدو، يعني من خلال هذا نستخلص كذلك ذكاء النخبة المقاومة وكذا مستواها العلمي والأخلاقي الراقي، روح التعاون الذي كان سائدا بين المقاومين، تركيزهم بالأخص على الأهداف المشتركة، ويبقى أهمها هو رجوع السلطان الشرعي المغفور له محمد الخامس من منفاه واستقلال البلاد من نير الاستعمار. بأن الأحداث التاريخية كذلك الهامة كان لها وقع وتأثير في نفسية المقاومين، وساهمت في تربيتهم تربية وطنية صادقة. والنقطة المهمة أريد أن أشير لها هي أنه يذكر بدور الأستاذ أو المعلم، يعني الدور ديال الأستاذ يعني كيبرز في أنه المعلم لم يكن فقط يعطي دروسا للتلاميذ، بل أكثر من هذا كان ينقل الصورة الحية لما كان يعيشه المغرب آنذاك، يعني هو الواقع ديال المرحلة والحياة الصعبة التي كان يعيشها المغاربة وما يروج من أحداث سياسية، يعني ببساطة يلقنها للتلاميذ كي يهيئهم كذلك يعني ليحملوا مشعل المقاومة وتحرير البلاد. بالنسبة يعني كما قلت يعني ساهم هذا في تنشئة جيل معتز بوطنيته ومستعد للتضحية في سبيل الوطن. كان المقاومون نقطة أخرى، كان المقاومون يستهدفون الشركات كما قال الأستاذ تنام، يعني هو الاقتصاد المستعمر عبر حرق دكاكين بيع السجائر. كذلك جاء اغتيال الخونة المتعاونين مع الاستعمار والجواسيس بواسطة الأسلحة البيضاء والمتفجرات كما جاء في الكتاب، استهداف الحانات والمقاهي والمواخر عبر إلقاء بعض القنابل المتفجرة، مهاجمة الجنود الفرنسيين بواسطة مسدسات، إرسال رسائل التهديد والوعيد لباشا المدينة. بالنسبة للكتاب يعني بأسلوبه يعني متين وخالي من التصنع، يعني يعكس مستوى التربية والتعليم التي حظي بها الأستاذ إدريس فرشادو، وشكرا.